حكايتنا النهاردة غريبة ومختلفة شوية لأن نصها مأساوي ونصها التاني عاطفي جدا، فلو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا بسرعة وتعالوا نبدأ الحكاية. وحكايتنا بتبدأ مع شاب وفتاة متوسطة الجمال، والشاب ده بيعرض عليها الجواز فبتوافق، وبعد شوية بنشوف حالة من النفور العاطفي بين الاتنين، وبعد شوية كمان بيخلفوا ولد صغير، وبنشوف الولد قاعد مع مامته وبيسألها عن باباه راح فين، وبيفتح التلفزيون وبيشوف باباه وهو بقى نجم سينما، وكلمة أنا آسف بتبقى أشهر جملة معروف بيها وبيقولها في كل أفلامه. والأخبار بتقول إنه هجر مراته وابنه واتجوز واحدة تانية، وبنشوف الولد بيكبر وبينادي على مامته اللي تعبت واتأخرت صحتها، وبيقول لها أرجوكي خليكي معايا وما تموتيش وتسيبيني لوحدي. والولد الصغير ده بيكبر وبنشوفه هو ماشي كده رايح ناحية شركة يوتوبيا اللي بيبقى شغال في الجراج بتاعها، وبنشوفه بيروح يقعد في الاستراحة، وهناك بيقابل ابن صاحب شركة يوتوبيا غير الشرعي، وبيقول له انت مين؟ فبيقول له انا العامل الجديد، فبيقول له انا قبلت بيك تبقى صديقي، فبيتهكم عليه وما بيبقاش مهتم بكلامه. وفي الوقت ده بنشوف 3 موظفات حرابي شغالين في شركة يوتوبيا، وهم بيعدوا وقت الغدا في وسط الموظفين، وبيروحوا يقعدوا على نفس الترابيزة اللي قعد عليها البطل وصديقه ابن صاحب الشركة. وابن صاحب الشركة و3 بنات بيعزموا ابننا انه يروح معاهم في حفلة فبيرفض، فابن صاحب الشركة بيزعق فيه كده وبيقول له مش عايز تيجي ليه؟ فبيقول له انا هروح اكل القطط بتاعتي. وابن صاحب الشركة بيروح له وهو بيتزحلق على لوح تزلج كده وبيقول له انت مصاب بمتلازمة عدم الضحك وعدم البكا، فبيقول له ليه؟ فبيقول له علشان انا عمري ما شفتك بتضحك ولا بتعيط. وبيقول له اديني السكوتر بتاعك ده، فبيقول له اديهولك بناء على ايه؟ فقال له اديهوني علشان احنا اصدقاء. فهو بيتزحلق بالسكوتر بيشوف بنت واقفة في الضلمة وما بيبقاش عارف مين البنت دي، فبيطلع لصديقه ابن صاحب الشركة وبيسأله عنها، وبيقول له مين البنت اللي انا شفتها تحت؟ فبيقول له ما تشغلش بالك بيها، دي موظفة شغالة بدوام كلي وبتشتغل في نقل البضاعة من البدروم لحد قسم المبيعات فوق. وبيقول له ما تشغلش بالك بالبنت دي علشان الناس كلها هنا بتحتقرها ومفيش حد بيهتم بيها خالص ولا حد بيعاملها معاملة آدمية. فابننا بيطلع وبيشوفها وهي بتنظف الأرض وبيقوم يساعدها وبيحاول يكون لطيف معاها. وبعد شوية بيشوفها وهي خارجة في المطر وبيبقى ماسك الشمسية بتاعته عايز يمشي وراها، ولكن صديقه بيظهر له وبيقول له تعالى معايا، وبيروح يقعد ياكل معاه، وبيقول له انا حاسس ان انت هتبقى معجب بالبنت دي، نصيحتي ليك اتعامل معاها من بعيد لبعيد، الحب ده اكيد مش هيدوم وهي مش هتقبل شفقتك عليها لان هي عارفة ان مفيش حد هنا بيحبها خالص. وبالفعل بنشوف بطلنا وهو قاعد بيأكل القطة بتاعته، وبعدين بيفتح الموبايل بتاعه بيتفرج على الشفق الاسكتلندي، وبنعرف انه حلم حياته انه يسافر لاسكتلندا ويكمل باقي حياته هناك. وبعد شوية بنشوفه وهو قاعد في الجراج وبيشوف بعض الموظفين وهم بيتنمروا على الموظفة الغلبانة، فبيقوم يشيل معاها بعض الشنط والحاجات بتاعتها، فبتقول له انت مش مضطر تعمل كده، فقال لها انا مستمتع وانا بعمل كده، وبيروح معاها لحد الحفلة وبيودي الهدايا هناك وبيفضل واقف جنبها. وبيروح بطلنا يتفرج عليها وهي بتتفرج على الحفلة من بعيد ومغمضة عينيها، وبتبقى واقفة بتحرك صوابعها كأنها بتعزف على البيانو، وبيبص عليها من بعيد وهو مستغرب وبيقرب منها، فلما بتفتح عينيها وبتشوفه بتوقف عزف، والاتنين بيخرجوا يتمشوا مع بعض في الشارع، والبنت بتعرفه بنفسها وبتقول له ان اسمها مي، فهو بيقول لها ان هو كمان اسمه كيونج. وبتيجي واحدة من الحرابي ال3 وبتبص عليهم وهم ماشيين مع بعض، فمي بتحاول تسيب كونج وبتمشي بسرعة، ولكن بيقابلها 2 من الحرابي وبيتنمروا عليها، وبيفضل كيونج واقف لوحده بيبص عليها وهي بتجري داخلة على الشركة، فبيجي صاحبه وبيضربه بالقلم على وشه وبيقول له انا حذرتك من البداية وقلت لك تخلي بالك من 3 رؤوس الافعى اللي جم دلوقتي ورخموا عليك انت والبنت وسابوكم ومشيوا، فخلي بالك منهم كويس جدا وحاول ما تخليهمش يشوفوك انت والبنت مع بعض علشان هيفسدوا عليكم علاقتكم. وبتبقى الشركة عاملة حفلة كاريوكي كده موجود فيها كل الموظفين، وبنشوف الحرابي ال3 بيكلموا ابن صاحب الشركة وبيقولوا له انت صحيح ابن صاحب الشركة؟ فبيقول لهم ابن صاحب الشركة صحيح. فبيقولوا له ازاي وانت شغال في جراج الشركة؟ فبيقول لهم ده جزء من تدريبي على الإدارة معاكم في الشركة. وفي الوقت ده بنشوف كيونج واقف في نص الحفلة ولكنه ما بيرقصش، وبعدين بيسمع المزيكا وبيروح يقابل مي وبيسألها على نوع المزيكا، فبتقول له ده نوع مزيكا اسمه البافانا ودي مقطوعة من تأليف موريس رافيل. وبنكتشف ان البنت عندها معلومات موسيقية دقيقة جدا وانها من السميعة القدام وبتحب انواع موسيقى كلاسيكية وبتختارها بعناية جدا، وده بيبقى عكس اللي باين عليها وعلى ملامحها، وان الناس كلها متخيلة انها بنت بسيطة وما تعرفش اي حاجة في
في الدنيا. وبنشوف واحدة من الحرابي الثلاثة وهي بتحاول ترقص مع كيونج وبتقول له انت عندك حبيبة، فبيقول لها انا مش سامعك من صوت المزيكا العالي، فبتقول له خلاص فهمت، معناها ان عندك حبيبة. وكيونج بيسأل مي على نوع الموسيقى المفضلة بالنسبة لها اللي بتسمعها، فبتقول له انها بتسمعها على اذاعة الاغاني. فبنشوفه وهو قاعد في البيت وبيظبط المؤشر على اذاعة الاغاني علشان يسمع معاها نفس المزيكا المفضلة بتاعتها اللي بتحب تسمعها، وبيقوم يأدي بعض الرقصات وبنعرف ان هو موهوب جدا في الرقص. وتاني يوم في الشغل كيونج بيروح علشان يقعد يتغدى على نفس الترابيزة بتاعت مي وبيسألها عن نوع الاكل بتاعها، وبعدين بيقرب منها علشان يمد ايده وياكل معاها من الاكل بتاعها. فبتلاحظ ان كل اللي قاعدين بيتفرجوا عليهم او بيراقبوهم، فبتنزعج وبتشد الاكل بتاعها وبتقوم تجري بسرعة. وطبعا الحرابي ما بيفوتوش الفرصة وبيبدأوا يتكلموا عنهم قدام ابن صاحب الشركة، وبيقولوا ان الاتنين اكيد بيوعدوا بعض وفي بينهم علاقة حب سرية. فابن صاحب الشركة بيقول لهم ما تشغلوش بالكم يا بنات، دول مجرد اتنين قرايب من بعيد شوية، وبيسيبهم وبيروح يقعد معاه وبيقول له انا حذرتك من الحرابي دول وقلت لك ما تعملش اي حاجة قدامهم، اهم بدأوا يشكوا فيك انت والبنت بتاعتك. وبنشوف كيونج قاعد في المطعم وفجأة بتظهر مي واقفة على الباب وبيظهر من وراها صديقه وبيقول لها اتفضلي ادخلي، فبتقول له انا هستأذنك ادخل الحمام. وهنا بيستغل صديقه الفرصة وبيروح يقول لكيونج واضح ان البنت دي بتحبك، انا صحيح جبتها بالعافية هنا لكن واضح ان هي بتحبك زي ما انت بتحبها، فاذا كانت فعلا بتحبك ومتعلقة بيك فما تضيعش الفرصة واعترف لها بحبك. فبيقول له اعمل ايه يعني؟ قال له قول لها ان بالك مشغول، ولما تسألك بالك مشغول بايه قول لها بالي مشغول بيكي، وبكده هتبقى انت خلاص خدت قلبها. فبيقول له الكلام ده مش منطقي وما ينفعش اقول كده على طول. فقال له خليك عاقل وافهم الكلام، البنت دلوقتي في الحمام بتبص على نفسها في المراية وبتقول يا ترى هعجبه ولا لا او هيعترف لي ولا لا، فانت ما تضيعش على نفسك الفرصة، واول ما تيجي تقعد معاك اعترف لها بحبك مباشرة. وبالفعل بنشوف الاتنين قاعدين مع بعض وبيتكلموا ولكنه ما بيعترف لهاش بحبه، رغم ان صديقه بيبقى واقف وعمال بيشاور له وبيقول له اعترف وخلص نفسك علشان الحياة تستمر ما بينكم بشكل طبيعي. وبيقعد يكلمها كيونج عن اماله واحلامه وطموحاته وانه نفسه يسافر ايسلندا، وعلشان كده بيشتغل دلوقتي وبيحاول يجمع كل الفلوس اللي محتاجها للسفر. وبيعرفها انه هو موهوب في الرقص وبيحب الرقص وعايز يروح هناك علشان يبدأ يتعلم الرقص المعاصر على اصوله ويكون فرقة رقص هناك ويبدأ حياته العملية بعيدا عن صخب المدينة وبعيدا عن الزحمة والحياة اللي ما تشبهش حياته ولا احلامه. وبيقول لها انا هنا مش عارف اعمل اي حاجة ولا عارف احقق اي حاجة. فقالت له اعتبر نفسك في استراحة محارب زي الامريكان الاصليين زمان، كان الواحد فيهم ينزل من على حصانه في نص الطريق مش علشان هو تعب من الرحلة ولكن علشان يشوف هو قطع مسافة قد ايه ويلتقط انفاسه وبعدين يبدأ ينطلق مرة تانية علشان يكمل الرحلة بتاعته بأقصى سرعة ممكنة. فانت ممكن تعتبر نفسك دلوقتي زي الامريكان الاوائل، واكيد هيجيلك اليوم تركب على ظهر حصانك وتنطلق علشان تكمل الرحلة بتاعتك. وبصراحة البنت بتقعد تقول له كلام كبير يصعب على امثال صديقه فهمه. وبيقول لها ابننا انه بدأ يسمع محطة الموسيقى المفضلة بالنسبة لها، فبتقول له انها من احب المحطات لقلبها وانها بتسمع هناك موسيقى كلاسيكية. فبيقول لها بتحب ايه كمان؟ فبتقول له كل حاجة. فهنا صديقه المتطفل بيدخل يقعد معاهم وبيقول لها لما تقولي بحب كل حاجة معناها انك بتنهي الكلام، المفترض تقولي حاجة وهو يرد عليكي. وبيفضل صديقهم يغني لهم الاغاني المفضلة بتاعتهم، وبنشوف كيونج ومي وهم مروحين مع بعض الاتنين، وكيونج بيوصلها لحد البيت بتاعها وبيسيبها وبيمشي. وتاني يوم بنشوف بنتنا وهي نازلة بمنتهى النشاط والقوة والحيوية ورايحة على الشغل بتاعها، وبتبقى واقفة على غير العادة في الأتوبيس مبتسمة وكأنها بتبدأ حياتها لأول مرة من جديد. وبنشوفها وهي شغالة في المخزن وبتطلع البضاعة بتاعتها وبترد على اللاسلكي عشان تطلع لهم البضاعة اللي مطلوبة منها، وبيبقى في بضاعة بعيد عنها على الرف ومش طايلة تجيبها. فبيجي كيونجو بيديها لها وبيقول لها خلي بالك ايدك اتعورت. فبتقول له واضح ان انا اتعورت وانا شغاله ولكن الموضوع بسيط ومش مستاهل. وفي الوقت ده بينادوا عليه علشان يتاكدوا من عربيه واقفه في الجراج، فبيقول لهم جاي لكم فورا وبيشاور لها وبيطلع يجري علشان يروح يشوف شغله. ومي بتتاثر جدا وبتحس ان الاول مره حد يهتم بيها او يهتم بحياتها وبمشاكلها. وبنشوفها واقفه قدام المرايه بترتب شعرها، وفجاه واحده من الحربايات بتشوفها
وبتقول لها ايه ده انت وشك محمر كده ليه، وبتبدأ تلاعب وشها كده بالادوات بتاعة المكياج بتاعتها، وبتقول لها شكلك محتاجة تعملي شوية مكياج وتهتم بنفسك شوية علشان واضح انك داخلة في قصة حب جديدة. وبنشوف مي وهي راجعة بالليل بعد الشغل تحت المطر، وبنشوف كيونجو هو بيفتح الشمسية بتاعته علشان يحميها من المية، فبتقول له الموضوع ده ملوش لازمة انا كده كويسة. فراح فاتح الشمسية وماشي معاها ومهتمش بكلامها، فقالت له بعدين وايه اخرة اللي بيحصل ده؟ فقال لها ما تشغليش بالك بحد، طالما احنا كويسين ومبسوطين مع بعض ما تركزيش في اي كلام يتقال ولا اي حد يقول اي حاجة. وبيبدأ يكلمها عن الدراسة وعن الجامعة، وبيقول لها انت لازم تختلسي اوقات سعيدة من الحياة من غير ما حد يحس بيكي، ومش لازم تركزي في كل الكلام اللي بيحصل حوالين منك. يعني انا زمان كنت بختلس الاغراض من زمايلي في الفصل من غير ما حد ياخد باله، وفجأة شفت بعض الكتب مكتوب عليها ان اللي هياخد الكتب دي هيتحرم من دخول الجامعة اللي بيحبها وهيتحرم كمان من الحب، ومع ذلك انا خدت الاغراض دي واتحرمت من الجامعة، وواضح ان انا كمان هتحرم من الحب. وبيعرض عليها ابننا انهم يروحوا مكان جميل مع بعض، فبنتنا وشها بيحمر وبتبقى فاكراه واخدها المكان مش كويس، ولكن بتتفاجئ انه واخدها وموديها على اكبر متجر بيبيع اسطوانات اغاني كلاسيكية واغاني حديثة كمان. والاتنين بيدوروا في الحاجات اللي معروضة وبيكتشفوا ان هما الاتنين ماسكين الجزء الاول والتاني من مجموعة الاغاني الكلاسيكية القديمة، وبيبدأوا الاتنين يتناقشوا مع بعض في الاغاني الكلاسيكية وفي موسيقى الروك والجاز. وبتسأله اذا كان يعرف يعزف على آلة موسيقية، فبيقول لها انه يعرف يعزف على آلة موسيقية بسيطة، فبتقول له انه بارع في الرقص، وبتقول له ان هي شافته قبل كده في الجراج وهو بيرقص من غير ما ياخد باله منها. وبيشغلوا الاتنين واحدة من الاغاني الكلاسيكية وبيقعدوا يسمعوا الاتنين مع بعض، وبيختلسوا النظر ناحية بعض الاتنين من غير ما ياخدوا بالهم، وتقريبا بيبقى حاسس ان هو بيشوف فيها ملامح امه اللي والده هجرها علشان كانت ست متوسطة الجمال وراح اتجوز واحدة تانية غيرها. وده بيورينا السبب اللي بيخليه متعلق بيها جدا، وكأنه عايز يعوض مامته عن اللي شافته من باباه في شخصها هي من خلال حبه ليها ومن خلال التعامل بتاعه معاها بمنتهى اللطف والحنية. وفي يوم وهم قاعدين مع بعض بيطلب منها رقم التليفون بتاعها، فبتقوله للأسف أنا ما عنديش تليفون، وبعت التليفون بتاعي بسبب الديون الكتير اللي كانت عليا، فدلوقتي مش معايا تليفون ومش هعرف أكلمك. وبيطلع من جيبه لزقة وبيديها لها علشان صباعها اللي اتعور، فبتسأله وبتقوله أنت ليه بتعاملني بلطف كده؟ فبيقول لها دي حاجة تضايقك؟ قالت له لا مش بتضايقني، ولكن أنا مش عارفة أتعامل مع اللطف ده إزاي. قال لها بمنتهى البساطة أنت كمان ممكن تعامليني بلطف. وبنشوفها بالليل وهي متأثرة جدا بالحوار اللي دار ما بينهم، وتاني يوم بنشوفها وهي مودياله أكل في الشغل بتاعه وبيبقى بياكل ومستمتع جدا، فبيجيله صديقه بيقول له احكي لي ايه اللي حصل ما بينكم، فبيقول له للأسف ما معهاش تليفون. فبيروح صديقه جايب له 2 جهاز لاسلكي وبيقول له على موجة معينة كده، وبيقول له من خلال اللاسلكي ده تقدروا تتكلموا مع بعض انتوا الاتنين طول اليوم من غير ما حد يعرف انتوا بتتكلموا ازاي، المهم تكونوا على نفس الموجة اللي قلت لك عليها. وبالفعل بيروح ابننا بيديها اللاسلكي وبيظبطوه هما الاتنين على نفس الموجة، وبيفضلوا يتكلموا مع بعض طول النهار وهما بيشتغلوا وبيبقوا على تواصل مستمر مع بعض. وبياخدها ابننا وبيطلعوا الاتنين فوق سطح شركة يوتوبيا وبيقفوا يتفرجوا على قوس قزح مع بعض، وبيبقوا في غاية السعادة والجمال هما الاتنين، وهما نازلين بيقابلوا واحدة من الحرابي واقفة مستنياهم قدام الأسانسير. وبنشوف المجموعة كلها متجمعين هما التلاتة مع الحرابي التلاتة، وبيبقوا كلهم بياكلوا مع بعض، وبتبدأ واحدة من الحرابي تسخف عليهم تسأل كيونج إذا كان في علاقة عاطفية ولا لأ، وبيقولوا له إحنا سامعين إن أنت داخل في قصة حب جديدة، يا ترى البنت اللي بتحبها جميلة وتستاهل كل المجهود اللي بتعمله علشانها؟ وبيبدأ كيونج يقول لهم إنها فعلا جميلة ورائعة، وإنها إنسانة غير متصنعة، وإنها على طبيعتها جدا، ويكفي قلبها الأبيض الطيب، ويكفي إنه بيكون معاها على راحته، ويكفي إنه ما بيتصنعش قدامها ولا بيحاول يبذل أي مجهود علشان يرضيها. وفجأة بنشوف صاحبه المجنون بيحاول يشوش على كلامه علشان محدش يعرف هو بيحب مين. وبنشوف مي وهي ماشية في الشارع وزعلانة جدا، وكيونج بيجري وراها وبيقول لها الموضوع مش مستاهل، ما تزعليش نفسك وسيبك منهم. قالت له انت من السهل تقول كده لان انت عايز تجمع شوية فلوس وهتروح تسافر، لكن انا للأسف مضطرة اني اكمل معاهم. فبيمشي معاها وبيقول لها في حاجة عايز اقولك عليها، انت دايما ماشية موطية دماغك في الارض، حاولي ترفعي راسك
راسك لفوق لانك ما عملتيش اي حاجة تخجلي منها وتوطي دماغك في الارض بسببها. وبيقول لها لو تحبي انا ممكن اتمشى معاكي لحد البيت، فبتقول له مفيش داعي للكلام ده وبتسيبه وبتجري وبتركب الاتوبيس وبتمشي. وتاني يوم مي للاسف مش بتروح الشغل وكيونج بيبقى متضايق جدا، فصديقه بيحاول يهون عليه ولكنه ما بيبقاش سعيد باللي بيعمله وبيتضايق منه. وبنشوفه بالليل وهو موجود في بيته وبيحاول يتدرب على حركات الرقص وبيحاول يمرن نفسه من وقت للتاني لحد ما بيتعب وبيترمي على الارض. وبنشوف مي وهي بتتصل بيه وبتعتذر له وبتقول له انها اضطرت ما تجيش النهارده علشان في حاجه حصلت اجبرتها تسافر على بلدها، وبتكرر الاعتذار اكتر من مره. فبيقول لها بعد اذنك مش عايز اسمع منك اعتذار تاني وما تعتذريش على حاجه انت ما عملتهاش. وفي اللحظه دي كيونج بيبقى منهار وبيعيط زي الاطفال بالظبط وكانه طفل فقد مامته. فبتحس ان في حاجه غلط بتحصل، فبتقول له انا هسيب اي حاجه في ايدي وهجيلك فورا. وبالفعل بتطلع من كابينه التليفون وبتاخد الطريق جري لحد ما بتوصل عند البيت بتاعه وهي بتجري. فبيقول لها كان ممكن تيجي ماشي، جايه بتجري ليه؟ فقالت له ما حبيتش اني اجي متاخره عليك وحبيت اني اوصل لك في اسرع وقت ممكن. وبيقعدوا الاتنين ياكلوا مع بعض وبيأدي لها بعض الرقصات وهم بياكلوا مع بعض. وبنشوفهم هما الاتنين راكبين القطر مع بعض وهي نايمه جنبه على كتفه. وتاني يوم بنشوفهم وهما مع بعض في الشغل وبيبقى بيتكلم معاها على اللاسلكي وبيقول لها انه بيعيش معاها حياته بمنتهى الصدق. وبنلاحظ في الوقت ده ان كل الشركه بتتجسس على خط اللاسلكي بتاعهم وان كل الناس بتسمع الحوار اللي داير ما بينهم لانهم بدون قصد غيروا الموجه وبقت كل القصه بتاعتهم مشاع قدام الدنيا كلها. وهنا كل الموظفين اللي في الشركه بيبقوا فرحانين وبيهيصوا. فصديقه بيقابله وبيقول له يا غبي انا قلت لك خلي بالك ما ينفعش تغير موجه اللاسلكي، ادي انت وهي فضحتكم بقت بجلاجل في وسط الشركه. وبعد شويه بنشوف الحرابي الثلاثه طالعين في الاسانسير وهم زعلانين ومتضايقين جدا ان البنت البسيطه اللي بالنسبه لهم محدش بيعبرها بتتحب وبتتواعد وهم الثلاثه مفيش حد معبرهم. وواحده سخيفه منهم بتشوف مي وهي داخله الاسانسير فبتطلع صباع روج وبتبدا تحط لها منه في شفايفها وبتقول لها حاولي تهتم بنفسك شويه بقى، انت اموره وعروسه دلوقتي وداخله على جواز، انا مش عارفه الواد عاجبه فيكي ايه اصلا، عامه بيدي الحلق للي بلا ودان. وبتروح سايباها وماشيه. وبنشوفها في الشارع هي وكيونج منطلقه وسعيده ومبسوطه وبتقول له بصراحه الوضع محرج جدا، انا مش عارفه هروح بكره الشغل ازاي. فبيقول لها انا اسف. قالت له بتعتذر على ايه؟ مفيش حاجه تدعو للاسف، عامه ادينا اعترفنا لبعض بحبنا والناس كلها بقت عارفه اللي حاصل ما بيننا وما بين بعض واللي مش عاجبه يخبط دماغه في الحيطه. على العموم انا محتاجه اني اسافر بلدنا يومين لان اخواتي تعبانين وانا الوحيده اللي بهتم بيهم، فانا هضطر اغيب عنك شويه ولكني هرجع لك في اسرع وقت ممكن. وقبل ما تسيبه وبتمشي بتقول له انا مسافره بكره الصبح، ايه رايك نروح فين دلوقتي ولا نعمل ايه؟ فبيقول لها انت ايه رايك؟ فبتقول له بتعرف تلعب الريشه؟ قال لها ده انا استاذ. قالت له طب تعالى وريني نفسك. وبيروحوا الاتنين يلعبوا ماتش ريشه مع بعض وبيطحنوا بعض طحنه متينه جدا وبنكتشف ان الاتنين مهاريين جدا وشطار اكتر من بعض في لعبه الريشه. وبعد شويه بنشوف صديقهم ابن صاحب يوتوبيا وهو قاعد في المطعم وبيحاول يكتب القصه بتاعته وبيبدا يكتب قصه مستوحاه من قصه مي وكيونج وبيبدا يرسم التفاصيل بتاعه القصه وبياخد راي صاحب المطعم في التفاصيل اللي بيقولها له، فبيقول له بعض الملاحظات فبيعترض على كلامه. وبنلاحظ ان في الخلفيه ورا منه تمثال لواحد من الهنود الحمر اللي هم السكان الاصليين لامريكا. وبنشوف العلاقه وهي بدات تقرب بين مي وكيونج اللي بيمد ايده بسرعه كده وبيتجرأ وبيمسك ايديها ولما بيجي يميل ناحيتها بتتكسف منه، ولكن صديقه بيبقى عايز يوريهم كده في بيان على المعلم ان الموضوع بسيط وما فيهوش مشكله. وبنشوفهم هما الاتنين وهما بيولعوا الشمعة مع بعض وفجأة بيروحوا داخلين على صديقهم وهو موجود في المطعم وبيروحوا مطفيين النور وداخلين بالتورته على ايديهم وبيحتفلوا معاه بعيد ميلاده اللي كان ناسيه ومفيش حد افتكر ولا احتفل معاه بيه. وبيبدأ صديقهم المجنون ده يكلمهم على الرواية اللي هو بيكتبها وبيقول لهم ان الرواية دي لازم تكون احداثها مستوحاة من قصة حقيقية وان النهاية بتاعتها لازم تكون مفاجأة وتكون مختلفة تماما وانها لازم تكون من الروايات الاكثر مبيعا علشان يقدر يحقق منها فلوس. فبيقولوا له يا ابني هو انت محتاج فلوس؟ ده انت ابن صاحب يوتوبيا. فبيقول لهم هو انتوا كمان صدقتوا القصة دي؟ انا لحد دلوقتي مش عارف اثبت نسبي الحقيقي ناحيته ومش عارف اذا كان فعلا ابويا ولا لا. وبيبداوا الشباب كل واحد فيهم يتكلم عن احلامه وطموحاته للمستقبل وبنسمع مي وهي بتقول انها نفسها تكون
الأسرة وتبقى جدة صالحة وطيبة وتهتم برعاية أحفادها. وبنشوف كيونج وهو بيقول إنه نفسه يسافر أيسلندا ويبدأ حياة جديدة هناك بدل حياته اللي هو مش عارف يتأقلم معاها هنا. وبنشوف ابن صاحب الشركة وهو واقف في يوتوبيا وقدامه 3 واقفين وبيقولوا له لازم تمشي وتسيب كوريا واحنا هنديك الفلوس اللي انت محتاجها. وبنعرف ان ال3 دول هم اخواته البنات ال3 ودول ال3 افاعي الحقيقيين اللي عامل عليهم اسقاط بالبنات اللي شغالين معاهم في الشركة. واخواته دول بيقولوا له والدنا بيقول ان هو مش عايز يشوفك تاني وان انت ابن عاق وفاشل ومش نافع في اي حاجة وهتبدد كل الثروة بتاعته، علشان كده مش عايز يشوفك في كوريا ومستعد يديلك الفلوس اللي انت عايزها، المهم انك تمشي وما ترجعش هنا تاني. وبيقولوا له لو كنت فاكر الحركات اللي بتعملها دي علشان تشوه صورة الأسرة بتاعتنا واسمها علشان تنتقم لأمك فانت غلطان، انت لازم تمشي من هنا وما تجيبش سيرة لأي مخلوق ان انت ابن والدنا ولا انك تعرفنا ولا ان باباك هو صاحب يوتوبيا، انت غير مرغوب فيك انك تكون واحد من الأسرة بتاعتنا، علشان كده لازم تمشي وتسيب كل حاجة وراك واحنا هنديك الفلوس اللي انت عايزها. وبيمشي يوهان ابن صاحب الشركة وهو حزين وزعلان في الشارع وبيروح عند حانة كنتاكي وبيحاول يتصل بكيونج صديقه، فكيونج بيكنسل عليه وبيحاول يكلم صديق قديم من ايام الطفولة ما بيرضاش يرد عليه، فبيخرج يروح المطعم بتاعه، فصاحب المطعم بيقول له اهلا بيك يا صديقي ولكن الوقت اتأخر ومش هينفع افتح اكتر من كده، فبيخرج من عنده وبيطلع يروح على الغرفة بتاعته وبيشغل الموسيقى بصوت عالي جدا وبيبدأ يدخل في محاولة انتحار، والجار بيحاول يخبط عليه علشان يوطي صوت المزيكا ولكن ما بيردش عليه لانه بالفعل بيكون بين الحياة والموت. وطبعا بنشوف كل اصدقائه في الشركة وهم بيتكلموا عنه وعن والدته اللي كانت عشيقة صاحب الشركة وكانت مجرد عارضة شغالة معاهم، وحصل خطأ ما بينها وبين صاحب الشركة وانجبت له الطفل اللي دلوقتي والده مش عايز يعترف بيه، ودي بالنسبة له كانت مأساة حياته. وفي اللحظة اللي هم بيتكلموا فيها كلهم عن يوهان بتدخل بنتنا وبتروح رازعة فازة في الأرض اعتراضا منها على الطريقة اللي بيتكلموا بيها على صديقها. وبنشوفها هي وصديقها كيونج وهم رايحين يزوروا يوهان في المستشفى وبيبقى في غرفة الرعاية وبيبقوا فعلا قدروا ينقذوه من الموت، ولكن بيبقى كيونج حزين جدا وزعلان وميت تانية بتبقى زعلانة علشان صديقهم الوحيد وصل للحالة النفسية السيئة وكان بيحاول يتخلص من حياته. ومي بتبقى راكبة القطر وبتعيط جدا ومنفعلة وكيونج بيقول لها الناس بدأت تبص علينا، حاولي تتمالكي نفسك وبلاش تعيطي علشان الناس ما تحسش ان في حاجة غلط. ولما ما بتسكتش بيصرخ فيها بصوت عالي جدا بيلفت انتباه كل الناس اللي موجودة معاهم وبنشوفهم نزلوا من المحطة وماشيين هما الاتنين مع بعض، وفي الوقت ده بيروح يركب القطر وبيسيبها قاعدة ورا منه وبيفضل باصص عليها، فهي بتبص الناحية التانية وما بتكلمهوش والقطر بيتحرك. وكيونج بيبعت لها فورا رسالة اعتذار وبتمر الايام وبنشوفهم هما الاتنين بيتواصلوا مع بعض بالتليفونات وبتبقى مي معاها تليفون حديث وبتتكلم معاه وهو بيبقى بيتدرب في دروس الرقص بتاعته وبيبعت لها مقاطع فيديو من التدريبات بتاعته وهي بتكون حاسة بالوحدة وهو مش موجود وهو بيبقى بيجتهد علشان يحقق حلم حياته. وبيكلمها وبيقول لها انا هنا اتعرفت على اصدقاء كتير جدا اكيد هعرفك عليهم واكيد انت هتجيلي، فبتبدأ تروح تعمل ميك اب خفيف كده علشان تروح تسافر له، وفجأة بتقف قدام المراية بتاعتها وبتقول لنفسها مستحيل وما بتكملش اللي بتعمله. وبعد شوية بنشوفها وهي قاعدة معاه في وسط أصدقائه وبيبقى بيتكلم بحماسة كبيرة جدا عن الموسيقى الفالس اللي هي بتحبها وبيبدأ يقوم يأدي رقصات تعبيرية بسيطة وبتبقى سعيدة ومستمتعة جدا بالذات لما كل أصدقائه بيبدأوا يقوموا يرقصوا معاه. وهم راجعين مع بعض على بيته بيبقى تعبان جدا وبيبدأ يرجع في الطريق، ولما بيوصلوا بيقول لها ده بيتي شقة 101 عمارة الورد، فبتقول له اسم العمارة بتاعتك جميل جدا والعنوان بتاعك أجمل، فبيقف معاها قدام البيت فبتقول له مش محتاج أي حاجة، فبيقول لها شكرا. بتقول له يا ابن الناس شاور نفسك وفكر مش عايز أي حاجة، فبيقول لها والله شكرا. والمغفل بيسيبها وبيروح طالع على الشقة بتاعته وهي بتروح مروحة على بيتها. وبنشوف كيونجو هو رايح يسأل على مي في مكان السكن بتاعها، فالستات العواجيز اللي قاعدين دول جيرانها بيقولوا له انها سافرت وسابت مكانها ومشيت. وبعد شوية بنشوف ظرف جواب رايح لكيونج على العنوان بتاعه وبنعرف ان الجواب ده جايله من مي اللي بتبدأ تطمنه على احوالها وبتحكي له عن حياتها والعيشة اللي هي عايشاها في البلد اللي هي فيها، وبتسأله عن يوهان وبتقول
له طمني عليه، انا من ساعة ما عرفت بموضوع الانتحار بتاعه وانا بدأت ادخل في الضلمة تاني وفي السواد وفي الحياة اللي كنت فيها اللي ما قدرتش اطلع منها غير بسببك. وبتبدأ تحكي له عن حياتها اللي قبل كده والتنمر اللي كانت بتتعرض له والمأساة اللي عاشتها وهي صغيرة لحد ما قابلته بالصدفة فقدر ينتشلها من الواقع السيء اللي كانت عايشة فيه ويطلع بيها على السطح ويخليها تشوف النور مرة تانية. وبتقول له انا ما سافرتش ورحت بعيد علشان اهرب منك، انا سافرت علشان اقدر احافظ على اللحظات الجميلة اللي عشناها مع بعض، انا عايزة يفضل في ذكرى طيبة بيني وبينك، وعلشان كده خفت تحصل اي حاجة تكسر اللحظات الجميلة اللي كانت ما بيننا. فاعتقد ان البعد ده هو اللي هيقدر يخلد اللحظات والاوقات السعيدة والجميلة اللي قضيناها مع بعض في يوم من الايام. وبيرجع كيونج على الشغل بتاعه وبنشوفه وهو رايح كمان يزور صاحب المطعم، وبعد كده بنشوفه وهو قاعد في مكان الاستراحة بتاعته وبيقابل واحدة من الحرابي فبتسأله هل اتقبلت في الجامعة بتاعتك؟ فبيقول لها انا بالفعل اتقبلت في الجامعة وبدأت امارس دروس الرقص بتاعتي زي ما كان نفسي اعمل من زمان. فبتقول له واضح انك بطلت تاكل القطه زي ما كنت تقول. قال لها لا انا بروح اوكل القطه وكل حاجه تمام التمام بس خليكي في حالك. قالت له طب احنا عندنا حفله بالليل في الديسكو وعايزاك تيجي معانا علشان نسترجع الذكريات. فقال لها هاجي اقعد شويه قليلين ومش هكمل معاكم علشان انتوا بصراحه عيال رخمين ومحدش يطيق يبص في وشكم. وبيروح معاها على الديسكو وبيسهر معاها وبيقضوا ليله مع بعض، وبنشوفه تاني يوم خارج معاها في الشارع وبيتمشوا هما الاتنين وبيدخلوا مع بعض المحل بتاع بيع اسطوانات الموسيقى الكلاسيكية، وبيلاقيها مش فاهمة اي حاجة في المزيكا ولا تعرف عنها اي حاجة، وده بيخليه يفتكر حبيبته اللي غايبة عنه. وبتبص عليه البنت بتلاقيه بيعيط وبيسيبها وبيمشي وبيطلع يقعد في الشارع وهو حزين، ولكن فجأة بيظهر معانا صديقه يوهان وهو بيتكلم معاه وبيقول له يا صديقي انت مش حزين وزعلان علشان هي هجرتك وسابتك ومشيت، انت حزين علشان مش لاقي نفسك اللي كنت متعود عليها معاها. وبنشوفه هو رايح يزور صديقه يوهان وهو قاعد على كرسي كده ومتنح ومش بيتكلم. وتاني يوم البنت الحرباية بتروح له الشغل وهو قاعد بياكل وبتقول له تصدق ان انت عيل ندل، يعني انت تطلع معايا وتقعد معايا في المحل بتاع الاسطوانات وبعدين تسيبني وتمشي وانت بتعيط؟ على العموم انا مخصمك ومش هكلمك تاني. وبتسيبه وبتمشي وبيبقى بيقول في نفسه المركب اللي تودي انا مش عايز اشوف وشك تاني اصلا. وبعدين بنشوفه هو قاعد بيخيط في كوفية كده من الصوف وبعدين بيتعب وبيروح مرمي على الارض. وشوية وبنشوفه قاعد بيكتب جواب لحبيبته اللي سافرت عنه وسابته، وبيبدأ يحكي لها عن الحالة اللي هو فيها وقد ايه هو مفتقدها ونفسه يقابلها في اقرب فرصة ممكنة. وبنشوفه هو قاعد بيسمع الموسيقى على نفس التردد اللي كانوا بيسمعوا عليه الموسيقى هما الاتنين مع بعض، ورغم بعد المسافة ما بينه وما بينها الا انه بينزل وبيروح يسافر لها وبيركب الاتوبيس، ولما بيلاقي في حادثة على الطريق بسبب الجليد بينزل من الاتوبيس وبياخد الطريق جري لحد ما بيوصل ناحية بيتها، وهناك بيروح يلاقيها واقفة مستنياه فبيقول لها ان الاتوبيس اتعطل بيه في الطريق بسبب حادثة. فبتقول له ايه اللي جابك تجري، انت كان ممكن تيجي ماشي. فقال لها انا كنت عايز اوصل لك باسرع سرعة ممكنة. وبيدخلوا الاتنين يقعدوا ياكلوا مع بعض وبتقول له يلا بينا نقوم، فبيقول لها بسرعة كده. فقالت له لو ما قمتش دلوقتي اخر اتوبيس هيفوتك ومش هتعرف تروح. الاتنين بيخرجوا يقفوا في محطة الاتوبيس اللي بيوصل بالفعل، وبالفعل بيجي الاتوبيس وبيركبوا بسرعة وبيسيبها واقفة. وبعد ما بيتحرك الاتوبيس وبيمشي بيوقفه وبينزل منه وبيرجع جري ناحيتها بسرعة شديدة جدا وبيقول لها نسيت اعرف منك هقابلك امتى. فبتقول له هنتقابل مع بعض الاسبوع الجاي الساعة 6 مساء في المطعم بتاع كنتاكي. فبيرجع يقرب منها وبيحضنها وبيعبر لها عن حبه ليها بكل الطرق والوسائل الممكنة. وبيركب الاتوبيس تاني وبيرجع وهو سعيد ومبسوط وفرحان، وهي كمان بتكون في قمة السعادة والانبساط. وفجأة الدنيا بتنور مرة واحدة في وش بطلنا وبنشوف صديقه وهو قاعد قدام الشباك وبدأ يتعافى ويسترد صحته. وبيجي اليوم الموعود بعد 6 أيام اللي هتقابله فيه قدام مطعم كنتاكي، وبتفضل واقفة مستنياه حسب الميعاد، والوقت بيعدي ساعة ورا التانية وهو ما بيجيش، وهي بتفضل واقفة مستنية، وللأسف بتضطر تمشي من غير ما يجي حبيبها حسب الاتفاق ما بينهم. وبعد شوية بنشوف يوهان وهو قاعد في لقاء في بودكاست وبيتكلم عن الرواية بتاعته، بيتكلم عن قد ايه الرواية دي صادقة لأنها بتتكلم عن 2 من أصدقائه وعن قصة حبهم، وبتعرض الكثير من التفاصيل اللي مروا بيها مع بعض. وبعد كده بنشوف ميو هي اتنقلت من مكانها واشتغلت مدرسة للأطفال،
وبتبدأ تعلمهم قصص وحكايات جديدة، وفي الوقت ده بتكون وصلتها الرواية بتاعت يوهان، ولكن بتتفاجئ لما بتشوف نهاية الرواية، وبتعرف إن حبيبها وهو راجع في الأتوبيس اتعرض لحادثة خلته فقد الذاكرة وما بقاش متذكر أي حاجة بتحصل حواليه، ولا متذكر الناس اللي حواليه، ولا متذكر الأماكن اللي كان بيروحها قبل كده. علشان كده بتبقى قاعدة جنبه في حفلة موسيقية، وبيبقى قاعد بيتأمل الموسيقى وبيشاور بإيديه وبيحركهم زي ما هي كانت بتعمل في البداية، وهي بتبقى قاعدة جنبه فبتاخد بالها منه وبتبص وبتتأكد إنه فعلا فاقد الذاكرة وما بقاش مدرك لأي حاجة من الحاجات اللي بتحصل حواليه، ولا عارف مين الأشخاص اللي محيطين بيه. وبتبدأ تبص له وبتبتسم له وبيبتسم لها، وبيتخيلوا مستقبلهم اللي كان المفروض يعيشوه مع بعض، وإنهم يسافروا مع بعض أيسلند ويبدأوا هناك حياة جديدة جدا، ويبدأوا يحققوا كل أحلامهم واللي كان نفسهم يعملوه مع بعض. وطبعا كل ده بيكون من واقع الرواية اللي كاتبها صديقهم يوهان، اللي بتعبر عن قصة الحب بتاعتهم، واللي بتقف عند نقطة معينة وهي لحظة حادثة الأتوبيس، ولكن هو بيكمل أحداث الرواية من خلال أحلام أصدقائه ومن خلال رؤيتهم لمستقبلهم واللي كان نفسهم يحققوه في المستقبل. وبنشوف يوهان وهو في المطعم ومي بتكلمه وبتقول له أنا قريت الرواية بتاعتك واستمتعت بيها جدا، ولكن النهاية بتاعتها سعيدة أكتر مما ينبغي. فبيقول لها فاكرة الكلام اللي انت كنت قلتهولي زمان عن الأمريكيين الأصليين اللي هم الهنود الحمر لما بيركبوا الحصانة بتاعتهم وبينطلقوا وبيقفوا علشان يلتقطوا أنفاسهم؟ أنا بعتبر إن صديقي دلوقتي موجود في مكان ما علشان يلتقط أنفاسه، وقريب إحنا كمان هنلحق بيه وهنبدأ كلنا رحلتنا من تاني مع بعض. وبنشوف مي وهي بتزور قبر كيونج اللي بنتأكد إنه فعلا مات يوم حادثة الأتوبيس، وإنه صديقه حاول يحييه ويخلد ذكراه من خلال توثيق قصة الحب اللي جمعته هو ومي في الرواية بتاعته اللي ألفها مخصوص عنهم، واللي حط لها النهاية السعيدة اللي كانت على أساسها قائمة قصة الحب، واللي كان يتمنى إنها تنتهي بنفس الطريقة. وبترجع مي وبتروح عند يوهان اللي بيبقى خلاص عمل فرقته الموسيقية بالفعل، وبيقدم الموسيقى اللي كان صديقه بيحبها وبيتمنى إنه يرقص عليها. وبتدخل مي وبتبقى سعيدة وفرحانة جدا، وبتفتكر الذكريات اللي جمعتها هي وكيونج، وبتحس إنه فعلا كان السبب الحقيقي في إنها تطلع من العتمة بتاعتها، وإنها تفارق حياة الاكتئاب والضياع، وإنها تبدأ تشوف الحياة وتشوف ألوانها وبهجتها وتبدأ تعيشها من جديد. وبكده يا أصدقائي بنوصل لنهاية قصتنا النهاردة. قولوا لنا رأيكم في الكومنتات ورشحوا لنا مسلسلات وأفلام كورية وآسيوية تحبوا تشوفوها معانا، وما تنسوش تدعموا القناة علشان نكبر معاكم وبيكم ونشوفكم في قصة جديدة.